في ظاهرة غريبة جدًا بتقول لك إن معظم الناس اللي بينجحوا في السنة كلّها، في الأغلب نجاحهم ده بيبدأ من شهر رمضان، ودي حاجة غريبة جدًا، لإن إحنا رمضان ده بيعدّي علينا كلّنا، ومع ذلك إحنا ما بيحصلش حاجة معيّنة بتساعدنا في شغلنا أو الcareer بتاعنا، أو بتخلّينا نبدأ رحلة النجاح بتاعتنا. فاشمعنى الناس دي دايمًا بتنجح في رمضان، وإيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها إن شاء الله رمضان ده اللي هو هيبدأ خلاص كمان كام يوم، علشان نعرف نبدأ إن شاء الله نجاحنا في السنة الجديدة؟ فأهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس والحالة المادية. طيب أولا اشمعنى رمضان؟ ليه رمضان ده يعني في ترند كده فيه إن الناس بتنجح؟ في حد هيروح للشق الديني وهو صح 100% إن الناس بتدعي وبتقعد بقى تدعي على الفطار وبتدعي في ليلة القدر ومش عارف إيه إن يا رب نجحني السنة دي، يا رب وصلني السنة دي. وفعلا فعلا ده شيء أساسي ومليون في المية هو ده اللي بيوصل للنجاح، مش هنختلف في ده. ولكن ما هو برضه الناس اللي ما بتوصلش بتدعي، يعني اللي ما وصلش ده ما هو أكيد برضه دعا في يوم من الأيام نفس الدعوة دي، وهي مش فكرة intensity الدعاء، يعني مش فكرة إن ده دعاها 100 مرة وده دعاها 3 بس فده وصل، الدنيا ما بتمشيش كده. فلو قلنا إن الدعاء هو الفاكتور الأساسي، هو فاكتور النجاح طبعًا، ولكن ما هو اللي ما بيدعيش وصل. وطبعًا قضاء وقدر وحكمة ربنا سبحانه وتعالى، بس إيه الحاجة المختلفة التانية اللي الشخص اللي وصل ده فعلًا عملها في رمضان؟ اللي اكتشفناه بعد ما بصينا على الناس دي إن فعليًا الناس اللي نجاحهم بيبدأ من شهر رمضان، بيكون لإن هم بيستغلوا الوقت صح من ناحية تنظيم الوقت. إيه ده؟ هو إيه علاقة تنظيم الوقت بالنجاح في السنة برمضان أصلًا؟ اللي اكتشفوه بعد دراسات إن فعليًا أكبر سبب لعدم نجاح الناس أو لعدم وصول الناس للأهداف بتاعتهم، مش لازم نجاح بس وصول بس للهدف، هي إن أنت مش عارف تنظّم وقتك، فمش عارف تعمل الخطوات البديهية السهلة اللي بتخلّيك توصل لنجاحك. يعني إيه؟ يعني حاول كده إيه، أبسّطها شوية. أنت عشان توصل لأي هدف، في خطوات معيّنة ممنهجة لو أنت مشيت عليها هتوصل للهدف. طب ما كانش حد غِلِب، ما كُنّا كُلّنا عملناها، ما هي المشكلة إن مش كُلّه بيعملها، المشكلة إن الناس كسلانة، المشكلة الناس بتعملها بجودة وِحشة، المشكلة الناس بتعملها بتفاوت، يعني مثلًا أعمل النهارده خطوة وكمان شهرين خطوة، فبيكون الشهرين دول غيّروا السيستم والنظام. المشكلة إن العالم بيتغيّر بسرعة جدًا. كل المشاكل دي بتخلّيك إن أنت حتى الخطوات الممنهجة السهلة اللي أنت بتقرا كتاب وممكن تنفّذ الخطوات دي، أنت مش عارف تنفّذها. فرمضان بقى ميزته إن هو بيعرف إيه، يحط لك كل حاجة، الزمن كله والوقت كله بيتحشر في الشهر ده. فأنت فعليًا تقدر لو نظمت وقتك صح تستغل الموضوع ده علشان تبدأ توصل للأهداف بتاعتك. فده سبب ليه رمضان سبحان الله فعلًا بيساعد ده. وهنا عايزين نتكلم في الفيديو ده عن، أنا كاتب قدامي 8 حاجات. 8 حاجات، هي مش خطوات بالترتيب بس هي ال8 حاجات أنت هتركّز عليهم وهتواظب عليهم علشان إن شاء الله تعرف تنظّم وقتك في رمضان، تعرف تشتغل على الcareer بتاعك في رمضان، وإن شاء الله يبقى أول نجاح ليك. وأول خطوة خالص أو أول حاجة خالص عايزين نتكلم فيها ولازم أقولها في الأول، وهي إن الشغل والcareer مش هو الأولوية في رمضان. بُص، أنا عارف إحنا دلوقتي بنتكلّم في الbusiness ودي قناة business وأنت ممكن تروح قناة دينية تقول لك الكلام ده، ولكن لازم تبقى فاهم إن في الأول والآخر الشغل والbusiness مش الأساس في الحياة، وإنك تعمل فلوس مش الأساس في الحياة. دي مجرّد حاجة جانبية في الحياة. الحياة عبارة عن دين وتعبُّد، وأنا دلوقتي باتكلّم عن رمضان خصيصًا. رمضان معمول للعبادة، 100% للعبادة، ولعبادات معيّنة، الصيام والقرآن والقيام وهكذا. دي أكتر عبادات من السنة بقى ومن السلف معروف إن أنت المفروض تكون مواظب عليها ومركّز عليها. فأنا دايمًا مع حتّة إنه يا حبيبي ما هو الشغل عبادة، ومليون في المِيّة الشغل عبادة، وأنا يعني عشان كواحد بيشتغل طول الوقت، فأنا شايف إن دي من أحلى العبادات اللي موجودة والحمد لله عليها. ولكن رمضان مركّز على العبادات التانية، فاللي باحاول أوصله لك في النقطة دي، مش لازم في رمضان توصل للهدف، ومش لازم في رمضان تحُط الشغل بتاعك قبل قيام الليل وتقول ما هو عبادة، لأ، الموضوع ما بيمشيش بالشكل ده. الشغل في رمضان بيتحط كشيء جانبي. طبعًا الشغل لو أنت بتشتغل في شركة دي قصة تانية، ده واجب عليك لو ما عملتوش هتبقى بتاخد ذنب إنك ما بتعملوش صح، ولكن الشغل الخاص بتاعك واجب عليك إن أنت تأجله لحد ما تخلّص كل العبادات التانية. فعشان كده في أول نقطة في الفيديو أنا باقول لك الشغل مش أولوية في رمضان، مع ذلك هنتكلم عنه بس هو مش أولوية. تاني حاجة مهمة جدًا عامة في رمضان هي إنك لازم تخلق روتين لنفسك.
رمضان يعني روتين، ما ينفعش تعيش في أيام رمضان من غير روتين. الميزة الحلوة إن إحنا في مصر ويمكن في بقية الوطن العربي أصلًا من الculture من عاداتنا وتقاليدنا أصلًا بنعمل الروتين ده، يعني معروف والله إن الناس في مواعيد معيّنة للصلاة، فطبعًا بيخلّي الناس إحنا في المواعيد دي طبعًا بناخد بريك من الشغل، إحنا في المواعيد دي في صلاة المغرب إحنا دايمًا في بيت العيلة، صلاة العشا إحنا دايمًا في الجامع في التراويح وهكذا. فبنبقى قادرين نعرف إن والله أنا هارجع الشغل مثلًا على العصر وهانام ساعة من العصر للمغرب وهانزل المشوار بتاع الفطار، إحنا فاهمين الدنيا شوية. ولكن أنت لو مخّك أو حياتك أو عيلتك مش كده، لازم تخلق روتين في رمضان، لازم يبقى عندك ميعاد صحيان، لازم يبقى عندك ميعاد نوم، لازم تبقى عارف إمتى مواعيد الصلاة، دي حاجة يعني المفروض تعرفها برّه رمضان أصلًا، ولازم تبقى عارف مواعيد اللي أنت هتتعبّد فيها هتكون إمتى، لازم تحُط الموضوع ده، أنت لو هتقرا جزء في اليوم لازم تعرف هتقراه إمتى، أنت لو هتقيم الليل لازم تعرف أنا باقيم الليل طيب هاصلّيه في الجامع مثلًا، هُم بيصلّوا من الساعة كذا للساعة كذا والّا هاصلّيه في البيت والّا هاصلّي في الاتنين، فأنت لازم يبقى عندك المواعيد دي، لازم ودي أهم حاجة تبقى عارف أنت بتنام وبتصحى إمتى، لإن إحنا عندنا مشكلة إن إحنا معظمنا بيحب يسهر للفجر، بس معظمنا أصلًا بيصحى بدري للشغل أو للمدرسة أو للجامعة أو لغيره، فباضطر أنام في نُص اليوم، فأنت محتاج تضبّط كل حاجة. فالتضبيط ده ما بيحصلش غير بإن أنت تعمل روتين لنفسك، ما تحاولش تخلّيها كده عشوائية، ما تحاولش تقول هم كلّها 30 يوم هاعدّيهم زي ما يعدّوا وخلاص، اعمل روتين لنفسك ورقة وقلم، ومن قبل ما رمضان يبدأ اكتب بالضبط أنت متخيّل إيه اللي هيكون مناسب. النقطة التالتة في الفيديو ودي للأسف مهمة برضه في رمضان عندنا، إنك تعمل مساحة للعادات والتقاليد بتاعتنا. إحنا عاداتنا وتقاليدنا بتقول إن إحنا 99% من الوقت بنفطر سوا وبنفطر برّه. إحنا عاداتنا وتقاليدنا بتقول إن غالبًا أنت هتنزل تصلّي التراويح في الجامع، وفي ناس ما بتصلّيش في الجامع مش مشكلة أنت التراويح دي ممكن تصلّيها في أي حتة، بس بنصلّي تراويح ده دين حتى مش عادات وتقاليد. فاللي أنا عايز أوصل له إن أنت لو في العيلة عندكم في عادات وتقاليد معيّنة، لازم تعمل مساحة ليها. يعني إيه؟ يعني أنت عارف يقينًا إن مثلًا لو المغرب دلوقتي 17:30 كمثال، أنت عارف يقينًا إن أنت من الساعة 17:00 بتبقى في بيت جدتك مثلًا. فأنت عارف إنك بتنزل من بيتك 16:30 مثلًا، فما ينفعش أبدًا تحشر وقت للشغل أو وقت لأي حاجة تانية من الساعة 16:30 لحد إمتى؟ لحد الفطار اللي هو المغرب، وبعد الفطار ولحد العشا، لإن إحنا بنفضل قاعدين هناك للعشا وبعدها بننزل الجامع، فأنت عارف إنك من 16:30 لحد بقى ما التراويح تخلص، والله أعلم هتكون بتخلص 20:30 والّا 21:00 والّا إيه، الوقت ده ما خلاص ضايع، الوقت ده ضايع. فيقينًا ما تحاولش طب أنا هاحشر أجيب اللابتوب أشتغل نُص ساعة بعد الفطار والّا الربع ساعة اللي قبل الفطار وأنا قاعد عندهم هاشتغل، ده مش شغل، ده ممكن تقول والله أنا باعمل حاجة زيادة زوّدت ربع ساعة غير الساعة بتاعة الشغل مثلًا أنا حاططها في أول اليوم أو في آخر اليوم. لازم تعمل مساحة للعادات والتقاليد ليه؟ لإن إحنا لو عملنا دلوقتي خطة أنا يومي هيمشي إزاي وهاذاكر إمتى وهاشتغل إمتى والكلام ده كله، يقينًا لو أنت مش عامل حساب العادات والتقاليد دي، أنت عملت plan على أساس أنا هارجع من الشغل وهاقعد من العصر للمغرب أشتغل، واكتشفت إن أنت 20 من 30 يوم في رمضان كنت بتفطر كل يوم برّه، طبعًا شيء غير منطقي بالمرّة. طيب النقطة اللي بعد كده مواعيد العمل. أنا مش باتكلّم على مواعيد العمل في الشغل بتاعك أو في المدرسة أو في الجامعة بتاعتك، أنا باتكلّم إن أنت دلوقتي عايز تشتغل على الهدف بتاعك، وليكن أنت عايز مثلًا تشتغل freelancer فأنت دلوقتي بتتعلّم لسه كورس video editing كمثال، وعايز على آخر السنة إن شاء الله تبقى شغّال وبتجيب عُملا وبتعمل فلوس وكده. فأنت في رمضان عندك إنّك محتاج تتفرّج على الكورس، وعندك إنّك محتاج تبدأ تعمل حساب على موقع العمل الحُر مثلًا يعني، وتبدأ تقدّم على شغل. فأنت لازم تحط لنفسك مواعيد معيّنة للعمل داخل رمضان. لو أنت شخص الصبح عنده شغل، فهو ما عندوش غير فقرة بالليل، يبقى أنت عارف إن أنت كل يوم من بعد التراويح، سواء صليتها في البيت أو في الجامع، هتقعد ساعة أو ساعتين تشتغل على الحاجة اللي أنت حاططها، على الهدف بتاعك. الشغل بتاعك الخاص لازم يبقى ليه مواعيد معيّنة. المواعيد دي ما ينفعش تتغيّر وما فيش نقاش فيها. يعني إيه؟ يعني ما تقولش مثلًا والله أنا باخلّص تراويح 09:00 فأنا كل يوم هاشتغل من 09:30 ل10:30 تمام ما فيش مشكلة. تيجي بقى تقول لي بس أنا بقى في يوم عندي خروجة بعد التراويح فمعلش هنأجّل مواعيد العمل. مواعيد العمل ما بتتأجّلش،
الشركه عندك ما بيجروش يقولوا ابدا بص والله يا صاحب الشركه النهارده صاحي مقريف فاحنا هنأجل الشغل ساعتين، ما فيش الكلام ده. فلازم تحط مواعيد عمل منطقيه وانت عارف انها شغاله. مواعيد العمل دي ممكن تكون بعد صلاه الفجر لو انت بتصحى الفجر وبتفضل صاحي، مواعيد العمل دي ممكن تكون بعد الخروجه اللي بعد التراويح على طول، اوكي ما فيش مشكله. لو انت بتسهر للفجر ممكن تعملها في فقره من واحده لاثنين او من اتنين لتلاته. انا كنت بعمل الفقره الليليه دي، النهارده انا ما بعرفش اسهر بالليل فبقيت اعملها بعد الشروق، براحتك. بس لازم مواعيد عمل ثابته، لو ما واظبتش على مواعيد عمل ثابته اوعدك مش هتعمل اي حاجه تماما يعني في رمضان، ودي الغلطات اللي الناس دايما بتقع بيها. خامس نقطه هي انك تحاول تحلل طاقتك او طاقه جسمك في رمضان. زي ما انا كنت لسه بقول، انا زمان كنت دايما بطبق لحد الفجر واصلي الفجر وانام. كنت باصحى قبل الضهر على طول وانزل اصلي الضهر، ودي كانت مواعيد نومي، ودي انا كان عندي ساعتها كنت صغير، فكانت صحتي وطاقتي بتسمح لي ان انا اعرف انام عادي جدا مثلا 5 الصبح او 6 الصبح على حسب، واصحى تاني الساعه مثلا 11 ونص، وعادي انا كده خدت كفايتي من النوم. النهارده انا للاسف كبرت في السن، فالنهارده ده مش كفايه ليا من النوم، انا ما بقيتش اعرف او بصحى مقريف او مش مركز، فدي اول حاجه. تاني حاجه ما بقيتش اصلا اعرف اسهر للفجر، يعني بقيت على الساعه 11 12 انا اصلا عايز انام، وده بطبيعه ان انا بصحى الفجر وبفضل صاحي بعد الفجر لان ما بعرفش انام تاني. فانا كوائل عارف يقينا خلاص ان انا ببقى عندي طاقه الحمد لله حلوه جدا من بعد الفجر على طول، تقريبا دلوقتي بيبقى من الساعه 6 كده لحد 12 الظهر. وفعلا بعد 12 الظهر انا بعد ما اصلي الظهر ببقى عايز اخش انام اصلا تاني. فانا معايا اهو 6 ساعات هم دول الكور بتوعي، انا عارف ان انا عندي طاقه في ال6 ساعات دول. حتى يعني مع الصيام كنت بصوم في الايام اللي فاتت دي، فانا عارف ان انا الحمد لله الصيام ده بيساعدني في الوقت ده ان انا اركز، وطبعا الدنيا هاديه ومش عارف ايه. طيب انت محتاج تعرف نفسك، انت محتاج تعرف انت امتى صاحي مركز، انت امتى فيك طاقه، وهو ده الوقت اللي تبذله في الشغل بتاعك. لان انت تاني لو انت بتصحى الفجر وبعديها انت ناوي تشتغل كل يوم بالليل من 1 ل 2 بالليل، ما هو انت اصلا لما الساعه تيجي 11 هتبقى هتموت وتنام مش قادر. فانت ازاي حاطط مواعيد عمل في وقت انت يقينا مش عارف ان طاقتك فيه هتبقى شبه معدومه؟ فعشان كده لازم 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 انت تعرف تحلل طاقتك في رمضان هتبقى عامله ازاي. طبعا تاني احنا بنعمل خطه مبدئيه من قبل ما رمضان يبدا، والامر الواقع ان لما رمضان يبدا ويعدي يومين هنبدا نكتشف فعلا الحقيقه ايه، نبدا نكتشف وانا بصحى امتى وبنام امتى، اليوم هيمشي ازاي، الروتين هيمشي ازاي. ده بيبدا يتغير عادي جدا لما بنخش في الشهر، ولكن مش مشكله من النهارده لازم تجهز لده، ولازم تعمل حسابك لموضوع زي ما قلنا العزومات، وموضوع الطاقه بتاعتك في اليوم هتبقى متقسمه ازاي. الخطوة السادسة ودي الخطوة البديهية في أي خطة بنعملها، وهي التو دو ليست. ممنوع 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 من النهارده لحد ما توصل للهدف بتاعك حتى لو خارج رمضان، ممنوع تبدأ يومك من غير تو دو ليست، لستة من الأعمال اللي أنت هتخلصها النهارده. كل يوم ليه تو دو ليست بتاعته هو. انا كل يوم يا اما قبل ما بنام بكتب التو دو ليست اللي هخلصها بكره، يا اما اول ما بصحى بكتب التو دو ليست الحاجات اللي هخلصها النهارده. الحاجات دي انا النهارده باكتبها بناء على اليوم. يعني ايه؟ يعني انا عارف ان انا النهارده خارج اليوم كله مش هعرف اشتغل غير ساعه ساعتين، بكتب تو دو ليست على قدي. بس لازم يبقى في تو دو ليست. ليه؟ لان الامر الواقع ان احنا بنبقى في مخنا مجهزين انا هعمل ونفسي اسوي والكلام ده كله، وبنقعد على المكتب ما بنعملش اي حاجه، ما بنكتشف هو انا ورايا ايه. انا في ايام كتيره لما كنت مش بعمل تو دو ليست كنت والله ببقى دايما ماشي بقول للناس يا جماعه انا مسحول، انا ورايا شغل، ده انا ورايا بلاوي، وفعلا مخي انا بفكر في الحاجات اللي ورايا. اول ما اقعد على المكتب الاحظ هو انا ورايا ايه، هو انا ليه كنت بتنشن قوي كده، ما وريش حاجه اصلا. المشكله ان انا ورايا حاجه بس انا مش يعني مش فكره انا مش فاكرها، فكره ان مخي ما بقاش مستوعبها من كتر الحاجات اللي ورايا، فهو بقى بيقول يعني ما فيش حاجه مهمه يعني طنش ما الدنيا ماشيه اهي. وده للاسف شيء سيء جدا وكلنا بنمر فيه. لازم تبدا يومك بتدو ليست الحاجات اللي هتخلص. وهنا هنزود نقطه كمان وهي حاجه اسمها الستار ليست او الستار بوينتس. ايه الستار بوينتس؟ ان انا والله كتبت النهارده نفسي اخلص ال6 حاجات دول، بس في حاجه معينه في ال6 دول دي اللي لازم تخلص. يعني لو انا عملت الحاجه دي وما عملتش بقيه ال5 حاجات التانيين 100% اليوم ده ناجح. فدايما بنختار في التو دو ليست بتاعتنا حاجه او حاجتين بالكتير جنبهم كده نجمه. الحاجتين دول اللي بنعملهم علشان احنا ساعات بنعمل التو دو ليست وبتصحى بقى مقريف،
بتبقى تعبان، بتبقى عيان، بتبقى ناوي يحصل حاجة بس لا قدّر الله حصل حالة وفاة، فاليوم اتسحل، فمش عارف إيه. بنبقى ضامنين إن أنا قبل ما بانام الحاجة اللي جنبها النجمة دي أنا أخش أعملها هي بس. لو أنا عملت دي بس النهارده أنا هاعتبر ده نجاح، والحاجات التانية دي تتشفت لليوم اللي بعد كده. فمهم جدًا نعمل الTo do list بالstar points اللي فيه. النقطة اللي قبل الأخيرة هي ما تع ما ت ما اسمها don't go all in، ما تبقاش all in. يعني إيه؟ يعني ما تعملش كل حاجة في وقت واحد. يعني رمضان مش معناها، أنا عارف الناس بتحب أوي الموضوع ده، بس رمضان مش معناها أيوه بقى ساعة رياضة قبل الفطار، ونضبّط أكلنا، ونصلّي التراويح، ونختم القرآن، ونفتح شركة، ونصل الرحم، ومش عارف إيه. فأنت في رمضان بتنوي على كل حاجة. أولًا العبادات انوي عليها كلّها، أنا مش هاتدخّل في ده، اعملها كلّها، ما عنديش أي مانع، ولكن ما تبقاش دايمًا اللي هو واروح الgym وانزل أشتغل وافتح شركة ومش عارف إيه، لإن ده مش منطقي. ده مش منطقي، بالذات إن أنت شخص النهارده ما بتعملش أي حاجة تمامًا، وجاي بكرة عايز تعمل كل حاجة مرّة واحدة، وبعديها بتتفاجئ هو ليه ما فيش حاجة بانجزها. وهتعرف إن الناس اللي إحنا اتكلمنا عليهم في أول الفيديو، الناس اللي فعلًا نجحت هم ما عملوش ده، هم ركّزوا في حاجة واحدة، هو حاجة واحدة، هي حاجة واحدة بس أنا عايز أوصل لها. فأنا كوائل مثلًا يعني، أنا كنت زمان باعمل كل حاجة مرّة واحدة والحمد لله كنت دايمًا بافشل. فأنا بقيت أقرّر بُص، أنا أولًا بصراحة مش هاكل كويس. ليه؟ أكل رمضان حلو، الناس بتعمل أكل حلو أوي، فأنا مش هاعرف آكل كويس. حتى لو أنا داخل رمضان وجسمي وِحِش وكان نفسي أضبط في رمضان، أنا كوائل عارف نفسي وعارف إرادتي، أنا مش هاعرف أمسك نفسي قدّام البسبوسة والكنافة والكلام الحلو ده كله، خلاص دي حياتي مش هاعرف أعمل حاجة. فأنا مش هاركّز في ده. طيب الgym، لو أنا ضبّطت يومي ولقيت إن فعلًا في وقت بعد العصر قبل المغرب هاعرف أتمرّن فيه، ماشي ما فيش مشكلة هاروح. طالما أنا عملت تحليل للطاقة بتاعتي وعملت روتين ليومي وعملت to do list، بقيت فاهم مواعيد العمل بتاعتي، خلاص تمام. بس لو أنا بصّيت كده ولقيت لأ، هي الدنيا مكركبة وأنا مش متأكد أنا هيبقى عندي طاقة والّا لأ، مش هاروح الgym. أيوه وائل، بس دي أحسن فترة، ما أنا عارف إنها أحسن فترة، ما أنت بتروح الgym بتلاقي مصر كلّها جوّه، ما هي أنا فاهم ده. بس مش ضروري لو أنا هدفي الأثمن أنا عايز السنة تخلص، مش فارق لي إن أنا أبقى فورمة، بس فارق لي إن أنا أبقى فاتح business، هاركّز في الbusiness، ما هو أكيد أهم ليّا يعني. فأنا اتعلّمت إن أنا ما ابقاش all in كده، أبقى طيب تمام، العبادات هتتعمل، بس أنا عايز أوصل لهدف واحد. أنا عايز مثلًا لمّا رمضان يخلص إن شاء الله، أكون مثلًا كتبت الكتاب اللي أنا نفسي أكتبه، أو أكون مثلًا بدأت الbusiness اللي عايز أبدأه، أو فتحت الصفحة اللي عايز أفتحها وبانزّل محتوى وهكذا. فما تبقاش كده اللي هو أنا عايز أعمل كل حاجة مرّة واحدة، صدّقني هتلبس في الحيطة. وآخر نقطة خالص في الفيديو هي إنك تحدد هدف معين عايز توصل له لمّا رمضان يخلص. ما ينفعش نجيب كل الأهداف بتاعة الكارير والbusiness بتاعنا كلّها بقى. يعني أنا والله كان نفسي أفتح صفحة على Instagram وأنزّل محتوى، وكان نفسي أبقى freelancer، وكان نفسي أفتح شركة، وكان نفسي أعمل منتجات رقمية، وكان نفسي مش عارف أدّي استشارات. ما ينفعش أقول خلاص بقى رمضان هو الشهر اللي هاخلّص فيه ال5 حاجات دول. مش منطقي، مش منطقي. أيوه وائل، بس ال5 حاجات دول أهداف السنة، صح. بس رمضان يعني أنت عايز تركّز إن أنت تعمل فيه هدف واحد بس، هدف واحد بس. بعد كده ده هيجر اللي بعده، في اللي بعده، في اللي بعده. فاختار هدف واحد بس أنت عايز توصل له لمّا رمضان يخلص. وتاني لو الهدف بتاعك محتاج شهرين 3، على الأقل تحط الأساسيات. أنا في رمضان عايز أكون خلّصت أساسيات الموضوع ده، عشان بعد رمضان تكون العجلة دايرة وأكون متحمس ومتشجع، وإن شاء الله ربنا يبارك لي من الدعاء الكتير، ونعرف نفتح إن شاء الله الbusiness بتاعنا ونعرف ننجح في إيه، في السنة بتاعتنا. بس كده يا سيدي، دي كده سريعًا ال8 حاجات اللي أنا فكّرت فيهم أو كنت بافكّر فيهم لمّا كنت باشوف أنا داخل على رمضان إن شاء الله هاعمل إيه. طبعًا ما تنساش أولًا تدعي لي في رمضان، أتمنى تدعوا لي في رمضان. ثانيًا ما تنساش إنك تعمل subscribe وcomment وlike وshare، ولو عايزنا نتكلم في حاجة معيّنة اكتبها في الكومنتات تحت، واشوفكم في الحلقة اللي جاية.